بص بقى يا بنات، النهارده المكرونه دي جباره، مش هتبطلي تعمليها من هنا ورايح. الطريقه بتاعتها جميله وسهله، وانسي اي مكرونه تانية انت عرفتيها. مكوناتها سهله وبسيطه. نحط لها البصل، هنسيبه على النار يدبل شويه، وهنا هنحط المكرونه. حطينا الميه بتغلي وفيها شويه الملح، وحطينا المكرونه وهنسيبها تتسلق. وهنا البصلايه يا دوبك، احنا مش هنديها لون، هي بس هتدبل. المكرونه دي بجد جميله، انسي اي طريقه تانية، تحفه. بجد حلوه قوي يا بنات، مش هتندمي عليها، جربيها وهتعرفيها. هو حطينا في الوك شويه زيت، وبعد كده البصلايه، وهننزل ببقيه المكونات. عايزانا بس ايه، تطرى معانا. على طول بعملها، مش ببطلها. مكرونه تحفه. بصوا كده يا بنات الايه، كده البصله دبلت، مش عايزين اكتر من كده. هنحط عليها ايه، فلفل رومي وحراق، واللي متاح عندك حطيه. دي بيبقى شكلها. شوف المكرونه، هنقلب فيها شويه. يتبالوا مع بعض كده بس، مش اكتر من كده. وبعد كده هنحط لها الصلصه بتاعتها والتوابل، وهنسيبها تتسبك. طعمها جميل قوي، تحفه. مش هتبطلي تعمليها بالطريقه ديت، جربيها ومش هتندمي. بس هي كده دبلت، هنحط لها القوطه. هنحط لها فلفل اسمر، بودرة بصل وثوم، شويه كمون، شويه شطه، شويه سكر، وهنظبط لها الملح بتاعها، وهنسيبها تتسبك. هنسيبها بقى ايه، تتسبك. بصوا كده يا بنات، كده اتسبكت. المكرونه عندي اتسلقت، هننزلها عليها.
وهنسيبهم على النار يعني دقيقتين 3 مش كتير. هي المكرونة مستوية. بس المكرونة دي جميلة، جربيها وتعرفي. هنسيبهم شوية. بصوا كده المكرونة كده خلصت، طعمها تحفة، شكلها جميل. هنحط لها كده شوية ايه جبن من فوق من على الوش. جبنة ميكس اي نوع بتحبيه، ومن غيره عادي كله هيمشي. من الوش زيت زيتون. بس شكلها يا جماعة تحفة، طعمها جميل. زيتونة.